برضه مش عايز تتفرج معايا؟ طب بص الحته دي والله حلوه. لا ما انا مش كل مره هقعد اتفرج. انت قلتي لي يا تتفرج يا تطبق الغسيل، انا بطبق اهو تطبيق مكوى اهي بصي غسيلي عامل ازاي، سيبيني بقى في حالي مش عايز اتفرج. طب على فكره ده بيتعلم ما بيتطبقش. انا هطبقه وبعدين هعلقه واقوم اغسله بس مش هتفرج على المسلسل. ايوه ليه طيب؟ انا مش مقتنع بالمسلسل. ايوه عشان البطله واحده ست يعني؟ لا عشان البطله مش مكبره حد. طب وابوها ده مش عاجبك؟ مكبراه في السن بس، حاطه له ابيض في كل حته ومعداه على كرسي بعجل عشان ما يقومش يغير حدث واحد في المسلسل. لا هو عشان مشلول. ما تشل من عمايلها السوداء. انا مش عارفه انت متضايق منها ليه مع انها ست ب100 راجل ومحاميه ناجحه جدا. بيتها عامل ازاي؟ مخروب بامانه. انت عايزه بيتك يبقى كده؟ لا. عايز تبقى زيها؟ اه. ماشي انا هطبق لك. طب انا هفهمك هسمعك بس. دلوقتي جوزها راح اتجوز عليها وكان عمال بيخونها. عشان اهملته. لا علشان مدمن راجل ناقص. ادمن عشان اهملته، فراح اتجوز واحده عشان تعوضه. تعوضه ايه يا عم؟ بلانيلا ده قتلته. يعني هو في واحده اهملته فراح يدور على واحده تعوضه قام الثانيه قتلته. اه. طب ما ده يبقى البطل، ده الظلم كله واقع على الراجل ده. انت مش فاهم حاجه بس اسمع يا ست انا مش عايز افهم، انا عايز اطبق انا حبيت تطبيق الغسيل. انا حاسه في عيونك بفضول والله. انا هفهمك. المهم هي خلصت وراحت اتجوزت واحد تاني بس طلع عايز ينتقم منها. ليه بقى؟ ليه؟ علشان هي راحت سقطت مراته زمان فهو دخل عشان ينتقم منها وكده. عارف عمل ايه؟ عمل ايه؟ بص الولد الصغير القمر ده هيقتله. فهي تروح تبلغ البوليس فهيجي المسلسل. لا هي بقى لا ايه، ما هي جوزها اتقتل وما بلغتش البوليس وابنها الصغير اتقتل وما بلغتش البوليس. اصبر بس للاخر. المهم هيحط مخدرات في القهوه بتاعت ابنها الكبير فهيخليه مدمن. وهيبعت واحد لبنتها علشان يمشي معاها يعني وعملوا حاجات وحشه. فهتروح مبلغه البوليس في عيالها الثلاثه اللي راحوا. لا الحكومه فين في الحوار ده؟ انا عايز افهم. في 3 اتقتلوا وواحد اتذبح، مفيش محضر اتعمل. ده واقعي يعني اصلا؟ ما هو مش كل شويه هنفضل نجيب البوليس كده. استنى للاخر. الاخر ايه؟ هو المسلسل ما فاضلش فيه غير الراجل بتاع البوفيه بس. ما هي مش شغلانه كل شويه نجيب البوليس رايح جاي. لا هي شغلانه فعلا البوليس. في 4 اتقتلوا وما بلغناش البوليس، هنبلغه امتى؟ طب اصبر بس للاخر. المهم كانت حامل فسقطت. يعني كمان الواد اللي لسه ما اتولدش يا عيني اتقتل. وفي كمان شويه شهود زور كده تبع الشغل عندها وناس كده تبع الشغل اتقتل. لا لو شغله اتقتلوا خلاص. لا مالناش دعوه بيهم. شغل. المهم عملت ايه بقى؟ راحت واجهته. فاتقتل. لما واجهته اتقتل. لا هو اتضايق موت. قال لها يعني ينفع اللي انت عملتيه ده؟ اتضايق موت؟ ما هو قال لها كده خلاص واحده بواحده بقى. انت قتلتي لي ابني فانا قتلت لك ابني. فيلا نقوم نتقتل بقى احنا الاثنين. عملت ايه بقى؟ عملت الحركه اللي انت عايزها. ايه؟ راحت بلغت عنه بس بصراحه بلاغ زور يعني هي لفقته تهمه. فاتقتل. اتعدم. انا مش عارفه انت متضايق ليه والله. لو اتفرجت معايا الحلقه دي هتفهم كل حاجه من غير شرح. والله ما عايز. انا عايز افهم اصلا. مش انا عايز افهم ده ابن نلبسه فين ده؟ ايه القطعه دي اساسا؟ انت اللي جايبه. وايه كل انا مش فاهم فين البناطيل، فين الحاجات اللي انا فاهمها؟ ما انا قلت لك الحاجات دي بتتعلم وما بتطبقش. طيب ماشي خلاص كده. طب المسلسل ده خلص؟ لا لسه بقيه الحلقه والله. ما هم ساعه الا ربع. بقيت لسه المخرج هيتقتل؟ لا لسه والله. ده خلاص اخر واحد هيتقتل البطل وبعد كده يخلص المسلسل. طيب انا قسما بالله لو سمعت صوت حد في المسلسل ده في بيتي تاني ما يحصل كويس. طب افهم. طيب فين الريموت؟ ساعتي كده والنبي وحياة. يا شيخه. طب والله لسه ابنها الكبير لا خلاص كده المسلسل كله اتقتل ومش عايز اسمع حاجه عنه تاني. طب عندك حاجه تانية نتفرج عليها؟ لا خلاص عايزين نقفل بقى.